لو كلمة لأ بتخوفك، الفيديو ده ممكن يغير حياتك. ولو عاوزة تعرفي ليه الناس بتستغل طيبتك، لأنك لسه مش عارفة تقولي لأ. كم مرة قلتي حاضر تمام هعمل الحاجة اللي غيري عاوزها دي وانتي جواكي نفسك تقولي لأ؟ كم مرة وافقتي على حاجة مش عايزاها بس علشان ما تزعليش حد؟ كم مرة حطيتي راحة الناس قبل راحتك؟ الحقيقة انك مش محتاجة تبقي قاسية، انت بس محتاجة تتعلمي تقولي لأ من غير ما تحسي بالذنب. مساء الخير، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. انا مروة، وهنا هنتكلم سوا عن حاجات كتيرة قوي من حياتنا، عن نفسنا، عن احلامنا، عن العلاقات، وعن المواقف اللي بنمر بيها كل يوم. وهنحاول سوا نبقى نسخة احسن واقوى من نفسنا. وميعادنا زي ما تعودنا كل 4 الساعة 7 مستنياكوا هنا. والنهاردة الفيديو الرابع من سلسلة 22 حاجة ممكن تغير كتير قوي في حياتك. وفي الفيديو ده هقولك امتى تقولي لا، وازاي تقوليها من غير ما تخسري احترامك ولا تخسري نفسك. لان كل موافقة منك على حاجة وانتي مش عاوزاها ممكن تقولي لا لنفسك، ممكن تقولي لا لخطوة في حلمك، وممكن تقولي لا لسلامك النفسي. وخلي بالك، انا مش بقولك انك ترفضي كل حاجة ولا انك تبقي انانية وما تفكريش غير في نفسك. انا بقولك اتعلمي تفرقي بين انك تساعدي حد وانك تضحي بنفسك علشانه، بين انك تكوني ذوق وانك تسمحي لحد يتعدى على حدودك، بين انك تخافي تزعلي الناس وانك تزعلي نفسك كل يوم علشان ترضيهم. لان الحقيقة اللي محدش قالها لك انك مش مسؤولة عن ان الناس تكون راضية عنك. فمن النهاردة قبل ما توافقي على اي حاجه اسالي نفسك سؤال واحد: انا عايزه الحاجه دي فعلا ولا انا خايفه اقول لا؟ واول موقف لازم تتعلمي تقولي فيه لا لما حد يطلب منك حاجه على حساب راحتك انتي. لانك لو فضلتي كل مره تقولي معلش وحاضر وماشي، الناس هتبدا تعتبر وقتك وطاقتك ومجهودك ده حق مكتسب. وهنا لازم تفهمي حاجه مهمه، ان لا مش معناها انك وحشة، لكن لا معناها ان عندك حدود. ومش لازم تبرري كل رفض، ومش لازم تدخلي في محاضرة علشان تقنعي حد انك مش قادرة. يكفي جدا بس انك تقولي انا اسفة ومش هقدر المرة دي اعمل كده. ولو الشخص ده زعل سيبيه يزعل، لان اللي بيحبك بجد هيحترم حدودك، مش هيحبك بس وانت بتوافقي على كل حاجة. افتكري دايما الناس اللي اتعودت منك على الموافقة على كل حاجة ممكن تعتبر اول لا منك دي تمرد، لكن هي في الحقيقة بداية احترامك لنفسك. واصعب لا مش انك ترفضي طلب، اصعب لا انك تقوليها لحد خايفه تخسريه. ممكن تكوني خايفه يتقال عليكي متغيره او انانيه او الحد ده يبعد عنك. بس اسمعيني كويس قوي، لو علاقتك بحد متوقفه على انك توافقي على كل حاجه بتطلب منك، فدي مش علاقه مريحه، دي علاقه انت فيها بتدفعي من نفسك علشان تفضلي موجوده بس. وما تستنيش ان الناس تفهم حدودك لوحدها، انت لازم توضحيها. قولي لا مش مناسب ليا، قولي لا مش هقدر، لا انا مش مرتاحه لكده، من غير خناقه، من غير صوت عالي، ومن غير احساس بالذنب. طب ليه؟ لانك مش مطالبه تكوني الشخص المريح لكل الناس، انت مطالبه بس تكوني صادقه مع نفسك. ولو عاوزه تعرفي ازاي تقولي لا بطريقه تخليكي قويه ومحترمه من غير ما تجرحي اللي قدامك، خليكي معايا لان دي اهم نقطه في الفيديو. اول حاجه، ما تقوليش اسفه 10 مرات قبل ما ترفضي، قوليها ببساطه وهدوء: معلش مش هقدر المره دي. ولو حد ضغط عليك وقالك ليه انتي مالك كده متغيره، ما تعمليها وخلاص، بلاش تدخلي في جدال طويل. قولي انا فهمت وجهة نظرك بس قراري اني مش هقدر. ولو الشخص ده حاول يحسسك بالذنب، افتكري ان الاحساس بالذنب ده مش معناه انك عملتي حاجه غلط. احيانا بنحس بالذنب لمجرد ان الاول مره حطينا نفسنا في الاول. وخدي بالك من النقطه دي كويس، مش كل حد بيزعل من كلمه لا يبقى انتي غلطانه. في ناس بتزعل لأنها كانت مستفيدة من موافقتك. وعلشان كده من النهاردة قبل ما توافقي على أي حاجة ما ترديش بسرعة، قولي خليني أفكر كده وأرد عليكي. الجملة دي بسيطة جدا لكنها هتديكي مساحة تسألي نفسك: هل أنا فعلا عايزة الحاجة دي أعملها ولا أنا خايفة أرفض؟ ولو الإجابة إنك مش عاوزة يبقى قولي لأ، لأنك في النهاية مش محتاجة رضا كل الناس قد ما محتاجة ما تخسريش نفسك علشان ترضيهم. وتعلمي إن كلمة لأ مش بتقلل منك، احيانا كلمة لا هي اول مرة تختاري فيها نفسك. وفي النهاية افتكري ان كلمة لا مش انانية، ومش معناها انك شخص وحش. احيانا كلمة لا بتكون الطريقة الوحيدة اللي بتحافظي بيها على وقتك وطاقتك وراحتك. فابدأي من النهاردة اختاري نفسك شوية، وحطي حدودك من غير خوف ومن غير احساس بالذنب. ولو حسيتي ان الفيديو ده لمس حاجة جواكي، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة، لان لسه عندنا حاجات كتيرة قوي هنمشي فيها سوا خطوة بخطوة علشان نبقى نسخة اقوى واحسن من نفسنا. وقوليلي في الكومنتات ايه اكتر موقف نفسك تتعلمي فيه تقولي لا. واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. وخليكي دايما فاكرة لما تقولي لا اللي بيستنزفك، انت بتقولي نعم لنفسك والسلام لقلبك.